مساء الفل عليكم. فنجان كرة جديد لتحليل واحدة من المباريات، وهي مباراة بطولة كأس السوبر المصري ما بين النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا في قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري. طبعا في نظامها الجديد حضرين عارفين النظام إن بيشارك 4 فرق في بطولة السوبر المصري. بطل الدوري هو النادي الأهلي، وبطل كأس الرابطة نادي سيراميكا كليوباترا، بطل الكاس وهو نادي الزمالك، والفريق الرابع اللي بيشارك بالكارت الذهبي اللي بيمنح لفرقة تشارك في البطولة السوبر المصري هو نادي بيراميدز المشارك بالكارت الذهبي. دول الأربع فرق اللي موجودين، الأهلي بيواجه سيراميكا والزمالك بيواجه بيراميدز. لما تيجي تدخل في مباراة النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا، هنلاقي إن ما قبل المباراة أو كواليس المباراة زي ما متعودين مع بعض في فنجان كورة بنتكلم عن كواليس الماتش أو ما قبل الماتش. هتلاقي إن نادي بيراميدز ده نادي سوري ده سيراميكا داخل المباراة دي وهو متصدر الدوري، نشوة تصدره للدوري داخل الدوري بشكل قوي جدا. فكرة ان هو خد كاس الرابطة، عايز يستمر في البطولات، عايز يستمر في الانجازات، عايز يثبت ان اللي بيحصل الفترة اللي فاتت ده ما كانش حاجة مؤقتة او وليدة الصدفة، دي حاجة مستمرة وهتكمل معاه وهيكون بشكل قوي جدا جدا جدا. معاه سكواد من اللعيبة محترم، زاد عليهم لعيبة ذو خبرات زي كابتن عمرو السولية وخبرات وبطولات واداء، مش بس خبرات ده كمان واداء في الملعب. منح اللعيبه قوه وثقه، لان في كمان قائد كبير موجود في الملعب وقائد اكبر موجود بره الملعب سواء فنيا او على مستوى القياده، هو كابتن علي ماهر اللي بيدعم فرقته واللي بيشتغل على فرقته بشكل كبير جدا، اللي بيذاكر بشكل كبير جدا، اللي بيقدم شكل ومحتوى واضح جدا لفرقته. وده اللي صعب المباراه وخلى المباراه فيها احتماليات 50-50 ما بين الفريقين. لما تيجي تبص في الناحية التانية، النادي الأهلي ودخوله للمباراة دي، المباراة دي داخلها النادي الأهلي. طبعا أي مباراة بيلعبها النادي الأهلي في أي بطولة هي بتبقى مباراة جمهور النادي الأهلي بيبقى مستني منها المكسب، مستني الحصول على البطولة، مش بس أكسب ماتش سيراميكا، أنا أكسب ماتش سيراميكا وأكسب النهائي أيا كان مين الطرف اللي في النهائي، لأن ده اللي دايما النادي الأهلي بيشتغل عليه ومعود نفسه عليه. فلما تيجي تبص على النادي الأهلي هتلاقي إن هو يعني بيعاني من هبوط في الاداء او سوء في الاداء في الفتره الاخيره، هبوط مستوى بعض اللاعبين. لسه المدرب ما وصلش للتوليفه الامثل للتشكيل، للطريقه الانسب اللي يشارك بها الفتره دي، لحين طبعا بعض المتغيرات اللي ممكن تحصل في شهر يناير، حاجات كتيره جدا. طبعا فقد النقاط اللي حصل الفتره اللي فاتت والتعادلات اللي حصلت للاهلي او الهزيمه اللي حصلت في الاهلي في الدوري، فده اثر على شكل الفريق، معنويات الفريق. ولكن الأهلي بيبقى قادر في كل مرة إنه ياخد من المواقف الصعبة اللي بيواجهها موقف إن هو يكون بشكل أحسن في الفترة اللي بعديها، وده اللي خلى المباراة صعبة على الفريقين. لما تيجي ندخل في المباراة ونبص لتشكيل النادي الأهلي، هنلاقي إن تشكيل النادي الأهلي في حراسة المرمى محمد الشناوي، في الباك اليمين مع محمد هاني، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، كوكا. في نص الملعب هنلاقي مروان عطية وأليو ديانج، بن شرقي في الوينج الشمال، زيزو في الوينج اليمين، تريزيجيه بيمتلك حرية الحركة، وقدامهم جليديشار. لما تيجي تبص على التشكيل هتلاقي برضو اتكلمنا مع بعض في فنجان كرة قبل كده ان التشكيل بيعاني من ايه؟ بيعاني من فكرة وجود كوكا في الباك الشمال. اقتناع المدرب لحد النهارده بكوكا في الباك الشمال من الحاجات اللي مش مفهومة بالنسبة لنا في فنجان كورة. بس لما ابتدت المباراة وهندخل مع بعض في أحداث المباراة، هنبتدي نشوف إن كان الوقت معين كان بيتنفذ طريقة مختلفة. يعني لو بنتكلم في طريقة 4-4-2، هنلاقي إن وجود كوكا في التشكيل ده كان بصفته باك شمال صريح مش أفضل حاجة، لأنه عنده المهام الهجومية مش أقوى حاجة، بالإضافة للمهام الدفاعية مش أقوى حاجة. كباك شمال هو بيقدر يعملها بشكل كويس جدا وبشكل متميز جدا لما بيشارك في وسط الملعب. برضو وجود مروان عطية وأليو ديانج انت بتدعم الفريق بشكل قوي جدا دفاعيا في وسط الملعب، بس في نفس الوقت وجود تريزيجيه وبن شرقي، ودايما فكرة ان الاتنين بيميلوا على بعض، فبتبقى في زحمة موجودة في الحتة دي. ودي اللي كانت بداية التشكيل. طبعا دخل الماتش الأهلي في أول نص ساعة من الماتش قدم واحدة من أقوى الماتشات اللي بالنسبة له الفترة اللي فاتت،
النص ساعة الأولانية، نص ساعة دي شملت ضغط على الكورة، استحواذ، فرص، عدد ركنيات كبير جدا، كرات ثابتة. اشتغل الأهلي بشكل قوي جدا جدا في خلال نص ساعة. ولكن هي الفكرة في النص ساعة الأولانية دي حصل منها اللي انت محتاجه. انت جبت هدف في الدقيقة 18، الهدف اللي أحرزه تريزيجيه عن طريق طبعا عرضية زيزو المميزة. ودي النقطة اللي دايما بنتكلم فيها مع بعض في فنان كورة، عن فكرة إن تريزيجيه أو بن شرقي سواء أنت بتلعب وينج أو حر، أنت محتاج إنك تكون بتدخل في منطقة الجزاء وبتظهر كمهاجم تاني وبتظهر في منطقة الجزاء في ظل العرضيات الكتير اللي ممكن تحصل من محمد هاني أو من زيزو، أو طبعا في ناحية الشمال لو كوكا قدر يرفع عرضيات، أو محمد شكري لو موجود، أو أي كان اللعيب اللي بيرفع العرضية. أنت محتاج إن يكون اللعيب الحر أو اللعيب الوينج يضم ده مهاجم تاني، لو في حالة إن المهاجم بتاعك اللي هو جلاديشار أو محمد شريف ممسوك، فلازم يبقى اللعيب الحر ده اللي عنده الإمكانية إنه يدخل كمهاجم تاني. استغلال فكرة إن زيزو يلعب في مكانه في الوينج اليمين، فلما يلعب في مكانه في الوينج اليمين تلاقي انت بالنسبة لك ميزة ان هو عرضياته متميزة جدا 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 جدا، قادرة ان انت بس بتوجيه في اي زاوية في المرمى تخلي الكرة جون بمنتهى البساطة. حولت مسار الكرة بس في اتجاه الشبكة وهتلاقيها دخلت بسهولة. ودي عامل اكبر مساهمات لزيزو السنه دي مع الاهلي، طبعا غير مساهماته اللي كانت قبل كده وواضحه جدا واللي الناس عرفته بيها مع نادي الزمالك. في خلال نص ساعة الأولانية الأهلي كان بيقطع في الكورة، كان بيضغط بشكل كويس، لعب على الجون، عرضيات، كورات ثابتة. شكل الفريق كان كويس جدا جدا وأحرزت هدف. ولكن هي النقطة اللي برضو اللي بتبقى موجودة فكرة إن أنت أحرزت الهدف في الوقت الحالي أنت واقف على رجلك، في شكوى من فكرة الناحية البدنية للعيبة، سواء بقى من جهاز سابق أو سواء من الفترة اللي فاتت واللي حصل يعني بعض المواقف. اللعيبة اللي لسه مش جاهزة، مش أفضل حاجة. فأنت كنت محتاج إنك أنت بعد ما جبت الجون الأول في وقت مميز جدا في الدقيقة 18 محتاج إنك تزود الجون ده بجون تاني، ولكن ده ما حصلش. يمكن مستر ياستراب عمل ايه في الدقيقة برضه 25، ودي بتتكرر لرابع او خامس ماتش، اول ما اتنين لعيبة يسخنوا طاهر وعمر كمال لفكرة معينة في دماغه انه بيوري اللعيبة ان هو يقدر يعمل تغييرات، ولكن دايما مقتنع جدا بفكرة اذا قومت اللعيبة تسخن وشايف ان اللعيب مستواه واقع تقدر تغيره. لو هكلمك عن بعد الدقيقة 30، من الدقيقة 25 للدقيقة 30 ابتدى مستوى الأهلي ينزل لحد ما وصل في الدقيقة 30 لحد نهاية الشوط إن تحول الموضوع إن سيراميكا كليوباترا بقت تستحوذ على الكورة، بقى رجعوا يفوقوا، حسوا إن الضغط خف من عليهم، لعبوا بشكل أفضل، ابتدوا يمثلوا خطورة على النادي الأهلي لحد الدقيقة 40 وهدف سيراميكا كليوباترا. هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 40 من كورة يعني للأسف هي ما كانتش أفضل حاجة للنادي الأهلي. عدم التغطية في نص الملعب، والمساحات اللي موجودة في خط الدفاع، فده خلى إن الكرة توصل لواحد من أميز اللعيبة اللي موجودة في ماتش النهاردة ما بين الأهلي وسيراميكا، هو مروان عثمان. لعيب مميز جدا 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 في سيراميكا، وقدم مباراة هايلة وأحرز هدف. طبعا وكان معاه برضو أحمد بالحاج، واحد من اللعيبة المميزين جدا 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 اللي الكرة في رجلها، انت في رجله تحب تتفرج عليها تحب تشوف الكرة وهي في رجله، لان هو من اللعيبة اللي عنده رؤية، كورته سهلة، بيطلع الكرة بينقل فرقته لقدام. كان بصراحة مقدمين الاتنين ماتش هايل، وخصوصا في الشوط الأول. طبعا سيراميكا أحرز هدف في التعادل. الهدف اللي أحرزه سيراميكا ما كانش أفضل حاجة في خروج محمد الشناوي من الجون. اتأخر، لو كان في خطوة أو خطوتين كان محمد الشناوي كان قابل بشكل سريع. محمد هاني كان في حالة سرحان إن هو يغطي على المدافع اللي هو ياسر إبراهيم اللي كان متقدم، يخط ويقطع الكورة. موقف دفاعي متكرر في الأهلي في الفترة الأخيرة، ولكن بيحاول مستر يسترب يعالج المشاكل دي. انتهى الشوط الأول والنتيجة 1-1، وقلق عند الجمهور من فكرة هبوط المستوى الفريق. التعادل اللي حصل بسيراميكا، سهولة الوصول لمرمى الأهلي، فكرة أن سيراميكا مش فريق قليل، فريق مميز ومتصدر الدوري، فريق قوي، فأنت
ابتدى يتصدر القلق ان ممكن سيراميكا يجيب الجون التاني ويكسب الماتش والمباراة تفلت منك. لما تيجي تبتدي الشوط التاني وتبص لفكرة مع بداية الشوط التاني في أول دقيقة تقريبا كده في الشوط التاني، حصل كرة طويلة ل في المساحة ناحية الوينج الشمال لزيزو. تمام. حتة الوينج فيها مشكلة. حتة الوينج دي مفترض اللاعب اللي موجود فيها، وخصوصا في ناحية الوينج الشمال لو انت لعيب بتلعب برجلك اليمين، ان يبقى فيه مهارة التعدية 1 على 1. دي بيفتقدها الأهلي وحسين الشحات مش موجود، بن شرقي لو بيلعب الناحية التانية، عبد القادر وهو مش في مستواه. فده اللي بيخلي انت ما بتستغلش الكور اللي بتبقى في المساحات، لان في مواقف هي مش محتاجه سرعه، مش محتاجه جري، هي محتاج انك تعدي 1 على 1، يبقى عندك المهاره. ودي مفتقدها الاهلي. الكرة دي انا لما شفتها او في فنجان كرة مع بعض لما شفناها، لقينا ان الكرة دي زيزو اتحرك بيها، استلم، ما راحش 1 على 1، ده تريزيجيه اللي برضه ما عندوش فكره ال1 على 1 او فكره الترقيص والابتكار والطرق للتعديه على 1 على 1 وتشكيل خطورة. فرجعت الهجمة، ابتدى الأهلي يضغط من تاني، ابتدت اللعيبة تكلم بعض ومتحمسة جدا إن هي تجيب الهدف التاني، لحد ما ابتدى مروان عطية يلعب الكرة لقدام. وده على مدار الشوط التاني عملها في كورتين أو 3 منهم كرة الهدف. عمل كرة لبن شرقي وعكسية في منطقة الجزاء اللي للمرة التانية تحصل في المباراة. وده معناه إن في كلام بيحصل من المدرب إن الوينج، وهنا الوينج اليمين في الهدف بتاع تريزيجيه في الشوط الاولاني كان الوينج الشمال او اللعيب الحر دخل كمهاجم تاني. برضه دي حصلت في الهدف التاني لما بن شرقي دخل جوه منطقة الجزاء كمهاجم تاني، فاتلعبت له الكورة من عكسية من مروان عطية ببساطة، راح مريحها ببساطة جدا لجليديشار بلمسة مهاجم. واحنا زي ما اتكلمنا مع بعض، زي ما كنا بنقول ان جليديشار في اوقات هو مبيبقاش احسن حاجة او بيضيع فرص، واضح ان جليديشار هو عنده لمسة، محتاج انه يكون بيشارك كتير عشان تاخد منه اللي انت محتاجه او اللي انت عايزه ان هو يبقى هداف. ابتدى يبقى عنده حيوية، ابتدى عنده تركيز قدام الجون. لمسة الجون التاني انا بشوفها ان هي مش لمسة سهلة خالص، هي ان انت تغير اتجاه الكورة ببساطة، يعني بشكل شكل شيك جدا، ان انت تطلع الكورة دي يدخل منها الهدف التاني. وهنا حصل ما بعد الهدف التاني، هبوط في أداء الأهلي. أنت النهاردة ضغطت في أول نص ساعة في الشوط الأولاني، بعد كده الدنيا ريحت منك، ابتديت الشوط التاني بضغط، ابتدى بعد كده الأداء يهبط منك تاني، ابتدى السيراميكا يسيطر على الكورة، ابتدى يظهر بشكل مميز، ابتدى كابتن علي ماهر يتدخل بتغييراته اللي كانت مميزة جدا 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 على مدار الشوطين، وهو مركز ان هو يطلع اقوى يعني يطلع اقوى شكل للفريق، ويركز على الهجمات. ولو لعيب ابتدى يحس ان هو اقل بدنيا بيغيره واقل فنيا. تغييرات الاهلي اتاخرت كالعاده، فكره التغييرات او انك تعمل تغييرات. ولكن هنا في نقطه ايجابيه جدا 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 ظهرت لمستر يستروب النهارده، وهي نقطه ان هو عايش المباراه وعايش حاله اللعيبه اللي معاه. دي نقطه مهمه جدا. عشان كده لو هتسمي ماتش النهارده مسمى، هتسميه بالنسبه للاهلي هتسميه مرحله الاستشفاء او مرحله من مراحل الاستشفاء. الفريق لسه في مرحلة الاستشفاء، مرحلة يعرف خلال الماتش البدني أخباره إيه، الفني وضعه إيه، مين اللعيبة اللي قادرة تقف على رجلها 90 دقيقة، مين اللعيبة اللي لأ ما تقدرش تكمل 90 دقيقة. ودي حاجات كتيرة جدا بيشتغل عليها المدرب في الفترة دي، حتى مع بطولة السوبر والنهائي السوبر سواء الأهلي كسب أو لا قدر الله خسر. فأنت بتتكلم إن الوضع على الوضع ده برضه لسه في مرحلة الاستشفاء. وده اللي نجح فيه مستر يستروب لما ابتدى يلاقي الأداء البدني يقل عن اللعيبة، وابتدت سيراميكا كليوباترا تمثل خطورة على الأهلي. عمل تغييرتين، وهنا التغييرتين دول بالنسبة لفنجان كورة نتكلم عنهم بشكل فني، هي نقطة إن أنا خدت منك اللي أنا محتاجه منك. يعني زيزو عمل مساهمة تهديفية في ان هو قدر يرفع على العرضية لتريزيجيه وجاب جون. ابتدى زيزو اداء البدني يقل. بن شرقي نفس الكلام، كان عامل شوط
مميز الشوط الاول وجزء من الشوط الثاني لحد ما اتغير، سواء لما شارك على ناحيه الوينج اليمين او ناحيه الوينج الشمال، وعمل خطوره واثر وكان تسبب في انذارات لبعض اللعيبه، صنع الجون الثاني للاهلي. حاجات كتيره جدا قدمها اللعيبه سواء زيزو او بن شرقي. لما اتغيروا انت عملت تغييرتين مهمين جدا، نزلت بن رمضان يمسك الكرة في رجله ويطلع الكرة من قدام، وعنده ان هو يتحكم في رتم اللعب فيهدي رتم اللعب، يخلي الكرة في رجله، يخلي اللعيبة تاخد نفسها، يخلي الوضع البدني ما يكونش عالي جدا على اللعيبة. دي نقطة. النقطة التانية لما خرجت، طبعا ده تغيير مكان بن شرقي، لما خرجت زيزو ونزلت بيكهام، هنا حولت الطريقة ل5-4-1 أو 5-3-2. خلينا نقول إن هي 5-4-1، إن في مهاجم واحد اللي هو طاهر لما نزل بعد إصابة جلدشار، وابتديت تلعب بطريقة 5-4-1. فكان الموضوع بالنسبة لك إن شكل الفريق تحسن، في حتة إن الفريق مسك نفسه في الناحية الدفاعية، ابتدى يتقفل على الفريق، ابتدى ما بقاش فيه خطورة أصلا من فريق سيراميكا، ما بقاش فيه خطورة بالشكل الكبير اللي يخلي الاهلي عنده مشكله. وهنا بتعتمد على فكره التقفيل، ان انا فرقتي بتقع بدنيا، وفي نفس الوقت فكره ان انا هلعب على المرتدات. موجود نزل في الملعب بعد اصابه تريزيجيه، برضو نزل احمد عبد القادر. طبعا يعني الراجل مستر يستروب نفذ اللي هو عايز يعمله بالظبط، قفل بالشكل الدفاعي، خلى هاني بيكهام ياسر وياسين، ومن جنبهم كوكا 5، وقدامهم مروان وديانج مقفلين، وقدامهم بالرمضان مع تريزيجيه وطاهر، شكل او سوري عبد القادر وطاهر لما تريزيجيه خرج. فعشان اشتغل على المرتدات كانت فرصه واثنين وثلاثه، فرص سهله جدا، فرص غريبه جدا، عبد القادر وطاهر تفننوا في اضاعتها. لو بتسالني عن افضل لاعبي المباراه بالنسبه للنادي الاهلي، هو ديانج قدم النهارده وقدم الماتش اللي فات في مباراة المصري برضو، بغض النظر عن نتيجة التعادل في الماتش اللي فات، قبل ما يتغير في الدقيقة 65 في ماتش المصري، قدم ماتش مميز جدا. النهارده قدم ماتش مميز جدا، هو نجم المباراة بلا منازع. لأن بالنسبة لي ديانج هو قوته مش بس في إنه بيقطع الكورة، قوته إنه بيقطع الكورة، بيطلع بالكورة لقدام، عنده الدريبلينج بالكورة، مش من غير الكورة، بالكورة سريع لقدام. دي مميزات ديانج. ابتدى ديانج يعمل حاجة جديدة وقوية جدا جدا، وبتقويه وبتميزه أكتر، فكرة الباص اللي في ما بين الخطوط. ودي كان هو اللي ادى لزيزو الكرة اللي رفعها لزيزو لتريزيجيه عشان يجيب الهدف الأولاني بالرمضان. لما عمل ده سوري ديانج لما عمل ده عمله بشكل مميز جدا، وما كانتش اول مره انه يعملها، انه ما بقى يقطع ما بين الخطوط عشان يزود الفرقه لقدام. ديانج بصراحه بيقدم مستوى متميز. ده لو على مدار الماتش ممكن نقول مين افضل لاعب الفريق. اقل لاعب الفريق النهارده من وجهه نظري، مع فكره انه تحسن شويه الشوط الثاني في ادائه من ناحيه اللعب الكره لقدام، هو مروان عطيه. مروان عطيه للاسف النهارده ما كانش مركز، بيسرح في اوقات كتير، باصات كتيره غلط، ما كانش بيقطع كرات بشكل زي ما احنا متعودين على تميزه في موضوع قطع الكرات. حتى في كرة في الشوط الثاني تقريبا اخطر فرصه عملتها سيراميكا، لما كان اللعيب معاه واللعيب قطع من وراه، سابه واللعيب راح انفراد، ولولا ان الشناوي كان واخد الخطوه بشكل سريع وطلع على اللعيب، كان يعني سيراميكا كان قدر يتعادل. فمروان ما كانش بيقدم افضل اداء ليه. يجي من بعد منه في اقل اللاعبين كوكا، اللي يعني ما هو احنا مش قادرين نحدد ليه لحد النهارده كوكا بيلعب اساسي ومحمد شكري موجود. ليه كوكا هو اللي موجود في الباك الشمال في النادي الاهلي؟ ده لغز. اتمنى اللغز ده ما يطولش بعد يناير، لو هو المدرب ما عندوش قناعات بمحمد شكري، إدارة الأهلي يساعدون ويوفروا له الباك الشمال اللي يكون مناسب بالنسبة لطريقة لعبه وبالنسبة لأدائه، عشان يقدر يساعد الفريق. من اللعيبة اللي قدمت مستويات جيدة، ما كانتش أفضل حاجة بس جيدة، زيزو وبن شرقي تريزيجيه، عملوا مجهود كبير جدا جدا النهارده. واضح ان اللعيبه دي محتاجه نشتغل عليها من الشكل البدني بشكل اكتر، لان اللعيبه دي كل ما هتكون افضل
كل ما فورمتها هتعلى، كل ما هتفوت الفريق وهتكون مرعبة في الفترة اللي جاية لكل الفرق في أفريقيا، مش شرط في مصر بس، كمان في كل الفرق في أفريقيا. فوقان اللعيبة دي هيودي الجزء الهجومي للنادي الأهلي في حتة أفضل بكتير. جلاديشار عمل مباراة كويسة جدا جدا لحد خروجه. نقطة خروج جلاديشار كل ماتش أو ماتشين تيجي الدقيقة 70 أو الدقيقة 60 يمسك رجله شد، وبعدين تلاقي الماتش اللي بعديه موجود. أتمنى يعني ما كنتش أنت بتريح نفسك على حساب الفريق، لا أنت لازم في وقت من الأوقات حسيت إنك مرهق مش شرط تطلع دلوقتي، لأن في الوقت الحالي كمان أنت المهاجم الوحيد، واللي بيشارك مكانك مش أفضل حاجة في مكانك، لأن هو مش مهاجم كمان، بعيدا عن إن هو أداؤه سيء يعني. طبعا التغييرات، بن رمضان كان جيد في نزوله، بيكهام برضو كان جيد في نزوله، عبد القادر وطاهر كانوا قادرين على إضاعة المباراة، كانوا عملوا كل حاجة غلط، كل حاجة غلط ممكن تتعمل في فكرة إنك تطلع مرتدة. مرة طاهر طلع هو عبد القادر اداله الكورة، عبد القادر ضيعها وتصرف فيها تصرف سيء. مرة عبد القادر طلع بالكورة، طاهر ما قطعلوش وكانوا هيبقوا 2-1. طاهر اللي نازل تغيير في الدقيقة 70 مش قادر يقطع لزميله في انفراد. دي حاجة أنا مش قادر أستوعبها، مش قادر أعرف يعني أنت إزاي تعمل كده. هل بقى دي كتر الضغوطات على اللعيبه مؤثر عليك في الملعب؟ بس انتوا المفروض ان انتوا لعيبه كبيره، لعيبه وصلتوا لليفل مختلف جدا جدا جدا. انت بتلعب في النادي الاهلي، شاركت في بطولات كتير، شاركت في كاس عالم انديه، شاركت في افريقيا. يعني اعتقد كلمه ضغوطات دي كلمه ما تليقش بلعيب بيلعب في النادي الاهلي يعني. دي من وجهه نظرنا في فنجان كوره يعني. وخلصت الماتش، وخلص واحدة من الماتشات الصعبة. أنا شايف إن الماتش ده كان أقوى، يعني اتفرجت على جزء من المباراة التانية، مباراة الزمالك ومباراة نادي الزمالك طبعا ونادي بيراميدز. مباراة الأهلي وسموحة كانت أقوى وكان فيها ندية أعلى من مباراة الزمالك وبيراميدز. الجزء اللي اتفرجت عليه كانت مباراة أهدى شوية، مباراة ما فيهاش كل فريق خايف من التاني، فما كانش فيه هجوم قوي جدا. الفرقتين كبار طبعا. كسب نادي الزمالك طبعا بضربات الجزاء. دي حاجة هنروح لها، إن الأهلي وهو بيعمل مرحلة الاستشفاء مهم جدا. وأنت بتعمل الاستشفاء بيفرق جدا. في فرق ما بين إن وأنت بتعمل الاستشفاء وأنت بتكسب، فده بيساعد على الاستشفاء بشكل أسرع، وإن أنت بتعمل الاستشفاء وبتحصل لا قدر الله نتيجة سلبية. هنتكلم مع بعض بس في فيديو تاني عن فكرة لقاء الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري، وهنتكلم باستفاضة. هنتكلم عن مميزات الأهلي ومميزات الزمالك، إيه اللي يقدر يفرق مع كل فريق من الاتنين أو يساعد الفريق من الاتنين، فرقتين كبار أكبر فرقتين في أفريقيا، إن هما مين فيهم اللي يقدر يكسب المباراة دي، والمباراة دي تقدر توصل لإيه. خلينا هنشوف ده مع بعض في فيديو تاني، ولكن حابين نشكركم على وجودكم معانا في فنجان كورة النهاردة لتحليل مباراة الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا. شكرا.